السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا بطلين وشرفتونا. الموسم السادس موسم البحارة، موسم كل بحار وموسم الناس كلها المهتمة بالنقل البحري عامة. ده الموسم السادس بتاعنا يا جماعة، انتوا متخيلين وصلنا الموسم السادس وانت لسه مش متابعنا؟ تابعنا على قناة اليوتيوب وعلى قناة الفيسبوك وعلى كل القنوات اللي أنا بنزل عليها محتويات ومعلومات من التليجرام وواتساب. اشترك في القنوات دي كلها عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله بإذنك يا رب، وكمل معانا على طول عشان دي أهم حاجة أنا شغال عليها الأيام دي. الموسم السادس هنتكلم عن موسم البحاره، فعشان كده اخترت حاجه اسمها قصتي مع الدي بي اي. هشرح لك مين هو الدي بي اي، بس الاول تعالى فكر معايا انا ليه اخترت الموضوع بتاع الدي بي اي والسي اس او عشان اشرحه. انا جيت في سنه 2025 ورحت اتدربت مع مفتش راجل محترم جدا. كان عندي طبعا دروب حصل في دوره ماستر، فقلت استغل الوقت واروح اتدرب، لان الحاجه اللي انا بحبها، لان انا واخد شهادات في الانسبكشنز كتيره جدا بس لسه ما استغلتهاش، ونفسي استغلها في يوم من الايام، لان ديت هي شغفي وحبي الاول والاخير. مش ان انا ارزل على حد، لا، ان انا عايز اطور. عشان كده هتلاقوا في الموسم ده كميه افكار هتنزل الايام اللي جايه مختلفه خالص عن اللي انت معتود عليه. فمن ضمن الحاجات النهارده هنحل لك مشكله الدي بي اي والسي اس او، بس بفكر الراجل البحري. يعني انا فكرت فيها وهي عجبت الباشمهندس واستاذنته، قلت له هنزل القصه ديت للناس، حتى نزلها على الفيسبوك عشان الناس تعرف ايه هي المشكله اللي انا بواجهها على المراكب واللي كلنا الطقم بيواجهها. مين هو السي اس او ومين هو الدي بي اي؟ الاول تعال اشرح لك الاول مين هو السي اس او والدي بي اي عشان الناس تبقى فاهمه بنحكي عن ايه، وبعد كده هشرح لك في وقت التدريب اللي انا كنت بتدرب مع المفتش ده ايه اللي حصل على مركب ايطالي. كانت قصه ظريفه وطريفه كده هنحكيها لك. الدي بي اي اتولد من حاجه اسمها الايس. شخص تعين في مركب عشان يقوم بدور مهم جدا، الا وهو حلقه الوصل ما بين المركب والشركه. هو ديزيجنيتد بيرسون اشور، الراجل اللي متخصص في البر. الاي اس ام اداله اثوريتي، اعلى اثوريتي ممكن توصل لها في الشركه، من اعلى السلطات اللي ممكن توصل لها في الشركه. عشان كده لازم حضرتك تبقى عارفه على المركب، وتقريبا تبقى عارف اسمه. وديت النقطه اللي احنا هنتكلم فيها بعدين، استناني بس. الدي بي اي اتولد من الاي اس ام، مهمته ان هو حلقه الوصل زي ما قلنا، ويقوم بثلاث اربع ادوار، اللي هو المحافظه على البيئه والسلامه والحوادث البحريه اللي بتحصل، واي اختراق بيحصل البوليسي بتاعت الشركه طبقا للاي اس ام برنشز بتاعته، الافرع بتاعته. ويقوم بطرح الافكار والرؤيه الحديثه للتطور البحري في الشركه. غير كده هو بيبقى الكونكشن بتاعه او الكوميونيكيشن بتاعته اللي هي اعلى حاجه بيوصل لها الماستر هو الدي بي اي والطاقم. عشان كده الماستر دايما بيقدم له ريفيو في حالات معينه. عشان كده الدي بي اي لازم يبقى عارف ايه اللي بيحصل على المراكب كلها بتاعته اللي هي بتاعت الفليت. الدي بي اي ممكن يبقى بيرسونال شور وممكن بيرسونال شورز، يعني كذا شخص. يعني ممكن شركه واحده تخليه شخص واحد، الفليت بتاعها مش كبير، وممكن شركه تانيه تخليه اكتر من شخص، لكل فليت تبقى ديبارتمنت معين، وهكذا يعني. دي ببساطه وبسهوله جدا عشان ما اطولش عليك. السي اس او شخص اتولد من الاي اس بي سكول، هو كمباني سكيورتي اوفيسرز اللي موجود في الشركه برضه. وظيفته الاساسيه طبقا للاي اس بي سكول ان هو يقوم بمتابعه التقارير الامنيه اللي بتحصل في البحر، القراصنه، الحوادث البحريه اللي هي لها علاقه امنيه، التسلل، الجرائم، الحروب، وكل ما يخصها المناطق البحريه الامنيه من هاي ريسك اريا وكله. وكمان يعد خطه الامن للسفينه مع الشيب سكيورتي اوفيسر اللي موجود، وهو ليه كونكشنز ما بين الشيب سكيورتي اوفيسر. هناك كان الماستر، ايا كان مين هو بقى، الماستر ولا الشيف اوفيسر، ايا كان، حتى لو السكن اوفيسر او الشيف انجينير، ايا كان الشيب سكيورتي اوفيسر هو ليه علاقه الكوميونيكيشن بتاعته منه، ويطور من الحاله الامنيه على المركب، ويتابع المستويات الامنيه بتاعتها، ويتابع كل الاداره الامنيه اللي موجوده. هو برده من اعلى السلطات اللي انت ممكن توصل لها، عشان كده لازم تبقى عارفه. وغير حاجات كتيره جدا لو قعدنا نخوض فيها في الدي بي اي والسي اس او قصه طويله عريضه يعني. ليه حاجات كتيره جدا جوه الاي اس ام، تقرير جدا في الاتش اس اي، وحاجات طويله يعني. يعني بص، الدي بي اي ده انت ممكن نقعد نحكي فيه اسبوع كامل ونخلص. ليه؟ لان هو قصته طويله. على فكره في ناس بتختصرها في حاجات معينه، لا، هو قصته طويله. ودي كورس كبير جدا بتاخده في اربع خمس ايام او ثلاث ايام مثلا، عن طريق اللويد ريجستري وكذا حاجه يعني. وسي اس او مش معنى ان انت خدت الكورس برضو ان انت لميت الموضوع، لا. تعالى بقى نرجع لقصتنا مع المفتش. انا لما رحت في الصيف ضربت مع الباشمهندس بدون ذكر اسمه. كان عنده هو مكتب، الراجل بيقوم بثيرد بارتي انسبكشن، بيفتش على المراكب بعلاقه تواصل ما بينه وبين الاعلام والشركات ان هو بيعمل لهم تفتيشات. فمن ضمن التفتيشات اللي انا كنت مهتم بيها جدا الاي اس ام، عشان ده الكورس بتاعي اللي انا باخده، وعشان اعمل ابجريد من الانترنال للاكسترنال، وان شاء الله اخد الشهاده باذن الله واحد الاكسترنال. فلما ضربت معاه في المكتب لحد ما رحنا نفتش على مراكب. فطلعنا على اربع مراكب. فاول مركب كان كل ما نطلع مركب المفتش يجي موقف حد من الطاقم وساله مين هو الدي بي اي بتاع المركب. فالطقم تلقائي طبعا بيبقوا متلقنين، وانا عارف كده ان انا كنت في البحر وعارفه لحد دلوقتي في البحر.
دايما اول ما تطلع يقول لك احفظ اسم الدي بي اي والسي اس او، مش مهم تبقى عارف وظيفته بس تبقى عارف اسمه. فالطقم عارف وفاهمين. فاول مركب طلعت عليها كان مركب فيها طقم اوكراني كبير جدا، وما كانش فيها غير 3 4 فلبين، وكلهم بسم الله ما شاء الله عارفين الاسم بتاعه بتاع الاس سي اس. طلعنا المركب اللي بعدها في ناس اتلخبطت كتير، وهو زعل من الموضوع ده وقال للماستر لا ومش عارف ايه، اعمل ابجريد للسيستم، الناس مش عارفه وكلام منه، وطلعها ملحوظه. رحنا المركب الثالثه، انا لحد دلوقتي متغاظ لان المركب الاولانيه حسيت الناس حافظه، لان تسالهم هرا يجي رادد على طول، هرا يجي رادد على طول. ايه ده يا عم؟ ده انت شكلك مش حافظه بس، ده انت حافظه عن ظهر قلب احسن من اسمك كمان. المركب الثانيه حسيت ان الناس اتفاجئت ان احنا بنسال على الاسم ده. المركب الثالثه بقى كان المشكله هنا بقى. انا في الاول ما رضيتش اعلق لان انا راجل متدرب، والراجل بيدربني في المكتب عشان يفهمني الموضوع مش هجس كده انك تطلع تفتش على طول. لا ده في الاول كورس الاول بتاخده كده في المكتب معاه وبتعيش معاه، ومحدش يسالني مين هو ولا ايه بتاع، لان الراجل برضو الايام دي بطل شغل شويه لانه تعب وكلام من ده. المهم يعني ما علينا. فجينا بقى للمركب الايطالي دي، كان الطقم الدك اللي انا فاكره بالذات والمهندس الثالث كان الكابتن روسي، والضابط الاول فلبيني، والضابط الثاني من رومانيا، والضابط الثالث من الفلبين. فلما احنا وصلنا الساعه 9 ونص، طلعنا المركب نقابل الماستر. فالماستر قال لنا لا ما تقعدوش يعني قال لنا كده بطريقه ظريفه. بعد ما طلعنا فوق ممكن نطلع نقعد فوق في البريدج. ليه؟ لانه لما عرف ان هو جاي يعمل ثيرد بارتي انسبكشن عايز يطلع فوق، لان في كاميرا 360 فيبقى الكاميرا شايفه كل حاجه ومعرف المركب. والشركه كانت كبيره ايطاليه كبيره بدون ذكر اسمها، وهو عايز يوصل الشركه لان كل حاجه تمت طبقا للرولز اللي انتوا كاتبينها. فقال للمفتش تعالى اطلع فوق، والمفتش لقط البوينت وانا لقطت البوينت، فوقفنا قدام البتاعه كده، والظابط الثالث كان موجود فوق معانا. فمن ضمن بقى الاسئله المعتاد عليها المفتش فساله مين الدي بي اي يا سيرت ميت، فجاوب. تمام. طلع واحد بحري كده بيطلع حاجه فساله بهزار كده، قال له تعالى انت ممكن تقول لي مين هو الدي بي اي والسي اس او؟ قال له خلاص وسكت. فانا متضايق، فرحت جبت الكرو ليست وحطيته قدامي، وجبت الضابط التالت كده وقلت له ممكن أستاذ مفتش، يعني بقول له يا باشمهندس ممكن اسال؟ قال لي طبعا انا عايزك تعيش وتتعلم عشان تعرف تشتبك ويبقى عندك الجرأه. فجيت سالت الضابط التالت قلت له هو مين اسم الطباخ ايه؟ اه والله العظيم عمري ما سأل الباشمهندس، حب القصه دي قوي بيحكيها كل شويه. انا متضايق بقى في دماغي عمال افكر. فراح الضابط التالت بالرغم ان الشيف كوك اللي كان موجود الطباخ من الفلبين، والضابط التالت من الفلبين وما اعرفش اسمه. تمام. فسكت. فطلع الضابط التاني على الساعه 11 كده، كلمه الكابتن وقال له اطلع بقى عشان في مفتش في البريدج وبتاع وعايزك. كان عدى بقى ساعه وفتشنا على الشهادات وشويه حاجات مع السيرد اوفيسر وخلاص. طلع الضابط التالت تاني، فبعرفه بنفسي بقول له انا كمان شغال في شركه كذا وانا ضابط تاني لسه وبتاع بفتشنا. عرفت. فقلت له ممكن اسالك سؤال، مين المسمن اللي موجود؟ هو مسمن كان اسمه كده تقيل اسباني فلبيني برضه. الضابط الروماني قال لي انا ما اعرفوش هو مسمن وبتاع فسكت. فالمهندس مراقب الموضوع، بيقول لي وانت بتسال على اسماء الناس دي ليه؟ يعني في ايه؟ قلت له لا هقول لحضرتك بعدين. قال لي طيب ماشي براحتك. فطلع حد من الشيف انجينير، فقلت له ممكن حضرتك تقول لي الطباخ اسمه ايه؟ والله العظيم عمري ما انساها. قال لي لا مش عارف. قلت له طب اسم الضابط التاني ايه؟ قال لي اهو ما قدامي سجن اوفيسر وهو بيضحك. قلت له خلاص تمام شكرا. فنزلنا تحت للشيف اوفيسر في البالاست روم، كان شغال بقى تفريغ. فسالناه نفس القصه بتاعت ايه ومش عارف ايه وبتاع، وعاش معاه. وانا سالته قلت له حضرتك تعرف بقى، عكست الموضوع قلت له تعرف المهندس التالت اسمه ايه؟ قال لي والله يا باشا مش زي يا باشا كده عندنا المصري. قال لي بص يا سير، هم دايما الفلبين يحبوا يقولوا سير، حتى وانا اقل منه رانك مثلا في الحياه ولا كانوا يقول لك يا سير. فقال لي بص يا سير انا والله ما مهندسين تالت كتير بتطلع وتنزل، فانا مش فاكر. هو مهندس تالت كان من روسيا برضه، من روسيا وبتاع مش عارف، هو اسمائهم تقيله كده. سكت. طلعنا على الجانج واي، فرحت ماسك ولا بقى ولا فلبيني بقى واو اس. فسالته نص بحري برضه نفس الاسئله ما جاوبش. فجابني المفتش قال لي وانت كل شويه هتقابل حد هتساله الطباخ والمهندس الثالث والظابط الثاني ومش عارف المهندس الثاني. فقلت له بص حضرتك انا هقول لك بقى الخلاصه اللي انا عايز اعرفها للناس، يعني معلش طولت عليك. الناس مش عارفه اسماء بعضها، دي مشكله الميكس كرو، مش عارفين اسماء بعض. تفتكر هيبقوا عارفين الدي بي ايه الا لما يكون متلقن وحافظه صم؟ يا باشمهندس الناس محتاجة تطوير لفكرة الروح البحرية ترجع تاني. أنا واحد من الناس ساعات بيطلع معايا طقم وينزل ما افتكروش. مرة من ضمن المشاكل بتاعتي كانت في الشركة رقم 2، إن في كابتن قال لي هو أنت لحد دلوقتي مش حافظ أسماء الأويلرية؟ أنا كنت ضابط تالت فمش عارف أسماء الاثنين الأويلر مين.
لان هم شغالين تحت فانا مش عارف. يقول لي انت مش عارفهم. فجه بضرب له نفس المثل، فجه مهندس رابع من الفلبين نزل، وكان في مشكله بالنسبه له لسه باقي على المركب، فبقى ده وانا في المركب التاني عشان الناس ما تتوهش مني. فبقول للكابتن الروسي، بقول له حضرتك اللي فاكر اللي انا قلت له باسمه، كان اسمه مارك روجلاجس حاجه كده على ما افتكر يعني، شوف حتى انا بدات انسى. فبقول له الكابتن الروسي مارك روجلاجس ده نزل وباعت لي على الواتساب بيقول لي كذا. مين مارك؟ قلت له المهندس الرابع اللي كان هنا. قال لي يوه، وانت لسه فاكره؟ جيت قلت له حضرتك فاكر لما كنت بتقول لي وانت مش فاكر الاويلريه، وانت الكابتن اهو نسيت المهندس الرابع اللي لسه نازل من اسبوعين، نسيت اسمه؟ عادي يعني. قعدنا نضحك. فقلت للباشمهندس يا باشمهندس الناس مش عارفه اسماء الطقم بتاعها. انا ساعات بقعد بالست شهور ما اعرفش اسماء الناس اللي معايا غير شيف كوك وماسمن وخلاص. هعرف اسم الدي بي ايه؟ يا راجل خليها نبقى عارفين الدي بي ايه وخلاص ورقم، مش لازم ابقى عارف اسمه. وعاد ساعات في اسماء هنديه بيبقوا الدي بي ايه اكتر هندي. يعني مثلا في الاسم الشركه الايطالي اللي انا كنت فيها ده، كان الدي بي ايه من يونان والسي اس او من ايطاليا. الدي بي ايه اسمه اصلا يوناني، عشان كده الطلبه ما عرفوش. لما كنا في المركب الثالثه ما عرفوش اصلا اسمه صعب. نيكولوس مش عارف ايه كده، حاجه كده صعب جدا، فاهم؟ وانا مش عايز اقول الاسماء يعني. والسي اس او برضه اسم ايطالي صعب. فالناس هتعرفه منين؟ مش مهم، المهم ان انا عارف اسم الشخص، عارف ان في شخص اسمه الدي بي وعارف اسم الشخص اسمه. وقلت له ده الناس مش عارفه اسم الطاقم، فقعد يضحك. فالباشمهندس ده كان ابتدى حياته وهو مهندس ثالث، وساب الهندسه وراح لقسم الفحص والمعاينه، واشتغل بعد كده في التفتيش وفتح مكتب لما ربنا كرمه. وبقى له ده بقى له كام؟ بقى له 30 سنه في الخبره بحريه، في خبره التفتيش. فيعني برضه نسى ان فكره الناس بقى. قلت له ما عادش فيه روح البحر اساسا، ما بقاش حد بيحفظ حد. احنا بنطلع اصلا ساعات بنسى الوشوش. يعني كان معايا واحد فين وفين لما افتكر حد، وفين لما افتكر اسمه وانا عايش معاه بقالي 6 شهور و7 شهور. فقلت له الطقم مش عارف اسماء بعضها وهم عايشين مع بعض، ومش عارفين اصلا مين اللي موجود ومين. وقلت له انا اديتك مثال صغير على 4 5 اسماء، انا لو رحت اكتر من كده هتلاقي الكابتن نفسه مش عارف الطقم بتاعه، ولا كبير مهندسين عارف الطقم بتاعه، ولا حافظه، ولا عارف اسماء، هو اسمه بالرانك وخلاص. فتيجي تساله على السي اس او والدي بي ايه، بيبقى طبعا متلقن وحافظ. وساعات ولما تلاقيه مش عارف دي مش مشكله، المهم ان هو اهم حاجه عندي يبقى عارف ايه وظيفتهم ودنيتهم عشان يعرف يكلمهم. غير كده ارمي. دي بس اللي انا عايز اوصلها لك يعني للمفتشين والناس اللي بتعمل فحص. ما تدققش قوي في الموضوع ده. يعني ما تدققش في حته الناس عارفه الدي بي ايه ولا مش عارفه الدي بي ايه، ان شاء الله عنهم ما عرفوه. المهم مش عارفين اسمه يعني، المهم ان هم يبقوا عارفين هو مهمته ايه، وعارفين علاقته ايه، ويلجأوا له امتى. ويا ريت يعرفوا يلجأوا له اساسا يعني، ماشي. لان هم ساعات ما بيبقوش عارفين الخطوات اصلا بتاعت الكومبليننج والحاجات دي يعني. المهم نعلي الفكر بتاع البحاره، لكن ما نعليش عندهم الحفظ. احفظوا الاسم ما حفظوش الشغلانه. اشوفكم دايما في محتويات كتير وموسم سادس، وادينا حلينا مشكله اهوت. يا رب توصل بقى الرساله، وصلتها لك من حاجات عمليه انا عملتها. سلام. اشوفكم دايما على طول في خير وتوفيق. يا رب العبره تكون وصلت. سلام.